هده كما قال الشيخ العدوي أمد الله في عمره على طاعته. عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: اسمع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ستأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. قيل: وما الرويبضة؟ قال: السفيه يتكلم في أمر العامة. وفي رواية: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. هؤلاء في زماننا كثر، وبين الحين والحين نسمع منهم العجب العجاب العجيب. فتوى ذاعت وشاعت: رجل تخطى 75، اجتهد واجتهد وظل يفكر ويفكر ثم قال: لا بأس أن يقبل الشاب الفتاة. الولد يقبل صاحبته في الجامعة أو زميلته في الشغل، عادي، لا بأس بهذا، لأن الشباب فيهم طاقة وعندهم كبت ويحتاجون إلى تنفيس، وهذا الذنب من اللمم من الذنوب الصغيرة. هذه فتوى يا عباد الله. إن لم يكن أصحاب هذا الكلام من الرويبضة فمن؟ الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. آخر سألوه سؤال اتصال: